يمكن يعصب الآن، هو يغلي مورينيو لأن فريقه يمكن تلقى هدف. نعم، جول لمايوركا. حميد يسجل الهدف الأول لمصلحة مايوركا. الأفضل مايوركا، الأقرب للتسجيل مايوركا، سجل مايوركا، وبالتالي يأتي حميد الذي يرفع رصيده الشخصي من الأهداف إلى 6 أهداف، لكن 4 أهداف من ضربات جزاء. لكن الآن هدف غالي وثمين يسجل حميد لمصلحة ريال مدريد. غابت خطورة ريال مدريد، غابت الأسماء الكبيرة، وغابت الأسماء كلها. حضر فريق مايوركا في هذه اللقطة الرأسية من حميد، وبالتالي يتقدم مايوركا بهدف واحد مقابل لا شيء، لكي تذهب الأخبار أكيد مباشرة إلى برشلونة، لأن ريال مدريد تلقى الهدف الأول. متوقع أن يأتي هذا الهدف، يستحق فريق ريال مايوركا أن يسجل الهدف. إلى مسعود أوزيل يسيطر على الكرة مرة أخرى البينية لهيغوين، يحطها هيغوين بالجول. أخيرا ريال مدريد يدرك التعادل من اللاعب البديل هيغوين اللي يأتي ويسجل الهدف الأول في المباراة. كرات متبادلة في الأخير وصلت إلى هيغوين، وبالتالي يتعادل الآن ريال مدريد. أصبحت 1-1 وفي وقت مناسب. لكن لاحظ أوزيل للمرة التاسعة يصنع هدف لزملائه. هذا الهدف أحوج ما يكون ريال مدريد له في هذا الوقت الحرج من المباراة. يأتي مسعود أوزيل يمرر الكرة إلى هيغوين، وبالتالي هيغوين يسجل هدف التعادل لمصلحة ريال مدريد. 10 مباراة لعب خط الوسط مارتي، كرة تحولت طويلة وخطيرة أيضا. هيغوين وبنزيما والمرمى وين الكرة في يتقدم ويتابع الكرة المرتدة ويأتي ويسجل الهدف الثاني لمصلحة ريال مدريد. تقدم مايوركا بهدف وأتى ريال مدريد وسجل التعادل. ولكن في عمل قبل ذلك، في عمل وفي حديث وفي سوالف. في مثلا يكون خطأ في اللقطة السابقة، المتابعة كانت حاضرة. شوف كل الأعمال نشوفها أمامنا. هل كان في خطأ مثلا؟ لاحظ خرج حارس المرمى أواته، المرمى فاضي والمندفع وبكل قوة من اللاعب الشاب المندفع. لاحظ هنا هل حدث خطأ مثلا؟ هل في دفعة من يمكن الحديث عن هذه اللقطة؟ على العموم تهيأت إلى خوزيه كايخون، وكايخون في الوقت المناسب يأتي بالخبر السعيد، الخبر السار اللي انتظرته جماهير ريال مدريد لآخر تقريبا 6 دقائق. إيكار كازياس وفوز لو أتى راح يكون صعب للغاية. لاحظ الاحتفال على المستوى الشخصي